بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا إغلاق المسجد الأقصى المبارك أكثر من 30 يوما، أكثر من شهر كامل مغلق المسجد الأقصى المبارك. خطب جمعة، الجمعة اليتيمة، قيام الليل، الاعتكاف في شهر رمضان المعظم المبارك، صلاة العيد، كل ذلك ممنوع أن يذهب وأن يزحف وأن يشد الرحال المصلون إلى المسجد الأقصى المبارك. يتذرع الصهاينة المجرمون بحجة الحرب الإيرانية، هكذا يتذرع الصهاينة وهم يخططون منذ سنوات طويلة من أجل إغلاق المسجد الأقصى المبارك لبناء الهيكل الثالث المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى المبارك. لذلك هذا مخطط واضح عند الصهاينة، لدى الصهاينة مخطط واضح جدا. لهذه الأيام بعيد الفصح الصهيوني يحاول الصهاينة إدخال المستخربين، إدخال الحيوانات إلى داخل المسجد الأقصى المبارك من أجل أن يحرقوا المراحل. حرق المراحل هذه سياسة صهيونية واضحة جدا، ولذلك يستغلون كل المناسبات من أجل فعلا الهجوم على المسجد الأقصى المبارك وتهويد المدينة المقدسة بأسرها، وبالتالي تهويد المسجد الأقصى المبارك. أنا أعتقد علينا واجب كأمة عربية وإسلامية، كعمق استراتيجي لأهلنا في بيت المقدس، أن ندعمهم، أن نقف إلى جانبهم، نفكر معا كيف نستطيع أن نحمي المسجد الأقصى المبارك. المسجد الأقصى يستغيث، يستصرخ ضمائر الأمة. يجب أن يكون الصوت الأعلى في الكون والوجود هو صوت المسجد الأقصى المبارك، هو صوت المدينة المقدسة، هو صوت الأحرار في الأرض المقدسة. ولذلك أنا أقول لك الذي يدافع عن المسجد الأقصى المبارك، لأنه ربما يستطيع الصهاينة إذا نمنا ونامت الأمة وهانت الأمة، يستطيع الصهاينة أن يهدموا المسجد الأقصى المبارك. ليس هناك نص في الشريعة الإسلامية يمنع من هدم المسجد الأقصى المبارك، وبالتالي إذا نامت الأمة وهانت الأمة يهدمون المسجد الأقصى المبارك. يحافظون الآن المرابطون في بيت المقدس الذين زحفوا إلى المسجد الأقصى المبارك وصلوا عند باب الساهرة وعند أبواب المسجد الأقصى المبارك، على أبواب المسجد صلوا بالعشرات ثم بالمئات ثم بالآلاف. هؤلاء الذين يتحدون السياسة الصهيونية، الذين أسقطوا مشروع البوابات الإلكترونية، الذين أسقطوا قضية الإخلاءات يوم الشيخ الجراح، والذين يسقطون المشاريع الصهيونية هم أهل القدس. يا أهل القدس، أنتم خيرة الله سبحانه وتعالى في أرضه، يجتبي إليكم خيرته من عباده. ديروا بالكم على المسجد الأقصى المبارك، هذه أمانة ليس في أعناقكم وحدكم، أنتم رأس الحربة، ولكن أمانة في أعناق الأمة، كل الأمة، هذه الأمة المترامية الأطراف. لذلك أنا أقول لك أخي الكريم، يجب أن نقاتل المشركين كافة كما يقاتلوننا كافة. هكذا هي الحماية الحقيقية للمسجد الأقصى المبارك. طبعا أخي الكريم، قطع الصهاينة الضفة الغربية قطعوها أوصالا بما يسمى بالمستخربات، المستوطنات التي أقاموها كالحية في داخل الضفة الغربية وداخل فلسطين، كل فلسطين. لذلك إذا أردت أن تنظر إلى القدس الآن ثكنة عسكرية. القدس مكان ومقام للمستخربات الصهيونية في كل تلة، في كل وادي، في كل مكان. يريدون فعلا أن يقيموا المستخربات الصهيونية في الأرض المباركة قريبا عن المسجد الأقصى المبارك. ترى الآن كنيسة الخراب، كنت ترى المسجد الأقصى المبارك وترى قبة ذهبية تراها عن بعد، الآن ترى كنيسة الخراب، ترى كل شيء يهودي. غيروا كل شيء في المدينة المقدسة، بدلوا كل شيء، بدلوا أسماء الشوارع وأسماء الأماكن وأسماء كذا، وسموا كل شيء باسم الأنبياء وباسم المرسلين، وهكذا باسم سيدنا يعقوب عليه السلام اللي هو إسرائيل عليه السلام، فقالوا ميناء يعقوب، ميناء إسرائيل، وراديو إسرائيل وتلفزيون إسرائيل، وكل شيء باسم إسرائيل عليه السلام، وإسرائيل منهم براء. ولذلك أقول لك كل المستخربات الموجودة في الضفة الغربية سوف يقضى عليها، كما قال تعالى في القرآن العظيم: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. ضع علامات تحت وليتبروا ما علوا تتبيرا. ما معنى قول الله تبارك وتعالى وليتبروا ما علوا تتبيرا؟ معناه وليدمروا كل بنيان على المسجد الأقصى، يعني يدمروا المستخربات، المستوطنات الصهيونية سوف تدمر وتصبح خرابا، لأنها بنيت على باطل. هذه المستخربات وهذه المستوطنات كما يسمونها بنيت على باطل، ولذلك سوف يأتي جنود الله الأبرار من أجل تدميرها وتتبيرها تدبيرا كاملا كما قال القرآن الكريم. أخي الكريم، يجب على الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم فعلا أن ينقذوا المدينة المقدسة. كفانا هوانا، كفانا نوما، كفانا سباتا
المسجد الأقصى يستصرخنا جميعا، وبالتالي واجب علينا وأمانة في أعناقنا جميعا، أمانة في أعناق الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم، كل أحرار العالم أمانة في أعناقهم أن يواجهوا هذا الباطل، أن يواجهوا الظلم الصهيوني، الظلم الكبير الذي رآه كل العالم هذه الأيام. ما عاد للمسجد الأقصى لا سيف، ولا عاد المسجد الأقصى طوفان، لقد مات المسجد الأقصى. الأمة هانت، والأمة خذلت فلسطين وخذلت القدس وخذلت المسجد الأقصى. هل يعقل أن يغلق المسجد الأقصى أكثر من شهر ولا تتحرك الأمة، لا تحرك ساكنة إلا القليل؟ ولذلك أنا اسمح لي أخي الكريم أن أحيي أهلنا المرابطين الأبطال في سوريا الحرة، سوريا العزيزة، سوريا الكريمة، الذين خرجوا إلى الميادين، خرجوا في كل مكان من أجل أن يرفعوا صوت الأقصى عاليا، وقالوا بالفم الملآن بصوت واحد مجلجل أسمع الكون، كل الكون: سوف يأتي دورنا في تحرير المسجد الأقصى بإذن الله تبارك وتعالى. هذا الذي نريد أن نسمعه من كل الأمة، هذا ما ينتظره أهلنا في القدس في المسجد الأقصى المبارك. ولذلك لا ينبغي أبدا أن تستكين هذه الأمة. أنا أقول لك عبارة قالها محمد رشيد رضا، هذا صاحب مدرسة المنار، الإمام العظيم الكبير، قال عندما كان يستيقظ في الصباح الباكر مقطب الجبين حزينا، تقول له أمه: ماذا أصاب المسلمين في الهند؟ تعلم أن فكره وثقافته وعقله مشغول بأحوال المسلمين وأوضاع المسلمين. ما بالنا اليوم؟ أقدس المقدسات بعد مكة والمدينة بيت المقدس، لماذا لا نشد إليه الرحال؟ لماذا لا ندافع عن المسجد الأقصى؟ لماذا لا نحمي المسجد الأقصى؟ هل ننتظر أن يهدم الصهاينة المسجد الأقصى؟ هل ننتظر أن يدخل الصهاينة النباتات والحيوانات إلى المسجد الأقصى المبارك ويقومون بترانيمهم في المسجد الأقصى المبارك؟ ماذا تنتظر هذه الأمة؟ إذا لم تغضب للمسجد الأقصى وللأسرى وللمسرى فلماذا تغضب هذه الأمة؟ لذلك أنا أدعو كل أفراد الأمة أن يسلكوا السبل القانونية، وأن يسلكوا السبل السياسية، وأن يسلكوا السبل التربوية، وأن يعدوا الأمة للمواجهة القادمة الحتمية الآكدة التي سننتصر فيها بإذن الله تبارك وتعالى، وليس ذلك على الله بعزيز، والحمد لله رب العالمين. الله يجزيكم خير. اللهم أعجب مصر.